أعزائي الطلاب على جميع مستوى الجمهورية، طلاب المرحلة الإعدادية، أهلا ومرحبا بيكم في قناتنا الخطة السرية للدراسات الاجتماعية. أهلا بيك يا كنافة. بص يا صديقي، النهاردة هنبدأ نحل الواجب معانا في الحصة الأولى بالنسبة لأولى إعدادي. طيب يا صديقي، الحل مش هيبقى الإجابة بس، لا أنت هتقعد تحل معايا بالتفصيل، وده أنت هتشوفه وتفرج عليه. طيب يلا بينا يا ولاد، بس ركز قوي قوي قوي. طيب يلا بينا يا ولاد في صفحة 28. بوعدك انك انت دلوقتي هتشوف حل، صدقني ما شفتش في حياتك عمره كله، لان انا بعاملك معاملة طالب كبير جدا. طيب رقم واحد يا ولاد، لما نمسك اي خريطة بنعمل ايه يا ولاد؟ بنقسمها لاتجاهات، واحنا عارفين الاتجاهات خدناها في الكورس التأسيسي، عندنا اتجاهات اصلية واتجاهات فرعية. هنقول دلوقتي يا ولاد شمال، جنوب، شرق، غرب. حلو قوي. رقم واحد يا مستر بيقول لي دائرة عرض. فين واحد يا مستر؟ ادي يا ولاد واحد اهو، ده واحد. طيب دي دائرة عرض ايه؟ بص يا مستر، دي في نص القارة، دي دائرة عرض الاستواء. حلو قوي يا مستر. طيب طيب احنا عارفين دائرة الاستواء في النص. تعالى ناخد اللي فوق بقى يا ولاد. اللي فوق مدار السرطان. حلو قوي. طيب وفي الجنوب عندي مدار الجدي. جميل. طيب تعال نكمل. قال لك خط طول رئيسي. رقم 2 يا مستر، رقم 2 خط طول رئيسي، ده خط جرينتش. خط جرينتش بيعدي فين يا مستر؟ بيعدي غرب القارة، غرب القارة. حلو قوي. رقم 3 قارة فين؟ 3 3 فوق يا ولاد. فوق دي يا ولاد دي قارة أوروبا، وقارة أوروبا إن إحنا خدناها آخر أو أصغر قارات العالم القديم، وهي سادس قارات العالم. حلو جدا. رقم 4 المحيط، ده 4 يا ولاد اهو. ده المحيط الايه؟ ده المحيط الهادي ولا هندي؟ اديك على وشك، ده المحيط الهندي. طب اللي ده يا مستر ده المحيط الاطلنطي. طيب يبقى رقم 4 ده المحيط الهندي. حلو قوي. رقم 5 البحر الايه يا ولاد؟ البحر المتوسط. وخلي بالك ان البحر المتوسط بيفصل بين قارة افريقيا وقارة اوروبا. رقم 6 مضيق. تعالى بس نمسح الحاجات دي كده. رقم 6 مضيق. ده مضيق اسمه مضيق باب المندب، وده يا ولاد بتقترب منه قارة اسيا مع قارة افريقيا. طيب رقم 7 مضيق فين؟ 7 يا ولاد فين؟ ده مضيق قلنا عليه ده مضيق افريقي خالص. ممكن تكتبه لي يا صديقي هنا؟ اكتب لي ان عندنا مضيق افريقي خالص، يعني تشرف عليه افريقيا بس، ده اسمه مضيق موزمبيق. حلو جدا يا مستر، يبقى ده مضيق موزمبيق. رقم 8 ممر مائي. فين 8 يا ولاد؟ ركز بقى في 8. لو انت كده ممكن ترفع اي حاجة، لا ده ممر مائي صناعي، وده اسمه قناة السويس. اسمه قناة السويس. رقم 9 شبه جزيرة سيناء، والحتة دي ولا افريقيا ولا اسيوية بس، هي افريقيا واسيوية طبعا. حلو قوي. رقم ب السؤال اللي بعده. رقم 1 المحيط الاطلنطي يمثل رقم كام؟ فين يا مستر المحيط الاطلنطي؟ رقم 12. يبقى المحيط الاطلنطي رقم 12. طيب رقم 2 مضيق جبل طارق يمثله رقم ايه؟ فين مضيق جبل طارق؟ مضيق جبل طارق رقم 5. طيب ما تيجي نعرف المضايق اللي عندنا كلها. قال لك الحته ده اسمه مضيق باب المندب. اللي فوق ده يا ولاد اسمه مضيق جبل طارق. رقم 4 ده يا ولاد ده مضيق موزمبيق. طيب رقم 3 في الاسئله مدار السرطان يمثله الرقم. فين مدار السرطان؟ بص بقى، مدار السرطان شمال دائره الاستواء. حدد لي بالله عليك لما يقول لك اي مدار حدد الثلاثه، حدد الثلاثه حتى لو هو عايز واحده. ليه؟ عشان ما تتلخبطش. طيب اللي في النص دي يا ولاد ده دائرة الاستواء، شمالها مدار السرطان، جنوبها مدار الجدي. حلو قوي. طيب بيقول لك مدار السرطان يمثله رقم كام؟ رقم 9. رقم 4 البحر الأحمر يمثله الرقم. فين البحر الأحمر؟ رقم 2. طب هنا أفريقيا بتبص على كام بحر؟ بتبص على بحرين. إيه هما؟ البحر الأحمر والبحر المتوسط.
طيب 5 قارة اسيا يمثلها الرقم، قارة اسيا طبعا رقم 7. رقم 6 مدار الجدي يمثله الرقم، مدار الجدي يا مستر طب ما احنا كاتبينها 11 شفت بقى. رقم 7 حضارة اكسوم. طيب بص بقى احنا عندنا كام حضارة يا مستر؟ هتقول لي يا مستر احنا عندنا كذا حضارة. هقول لك عندنا الحضارة المصرية في مصر، وعندنا حضارة كوش في السودان ودي تحت مصر، عندنا حضارة تانية اسمها حضارة اكسوم ودي موجودة يا ولاد في دولتين، موجودة في اريتريا واثيوبيا. حلو قوي. واحنا قلنا يا ولاد ان الثلاث حضارات دول قايمين على ايه؟ قايمين على الزراعة، قايمين على الانهار. طب انا عندي حضارة رابعة اسمها حضارة قرطاج في تونس، ودي يا مستر قامت على التجارة. ركز. طيب يبقى حضارة اكسوم. يلا طب فين الحضارة المصرية؟ قال لك هنا. طب فين حضارة كوش؟ قال لك دي. طب اللي موجودة في الشرق، ما انا عارف ان دي اثيوبيا، فانا هقول له دي يا مستر كده دي حضارة ايه؟ حضارة اكسوم. يبقى حضارة اكسوم هي رقم 6. رقم 8 الدولة التي نشأت بها حضارة قرطاج يمثلها. حضارة قرطاج قامت على التجارة، قامت على الانهار ولا البحار؟ قامت على البحار. طب قامت على البحر الاحمر ولا البحر المتوسط؟ بص بقى يا صديقي هي قامت على البحر المتوسط. طيب يبقى دي يا مستر في شمال القارة. طيب قامت فين؟ في تونس، في الحتة دي كده، في الحتة دي. يبقى تونس رقم 10. يبقى يا ولاد حضارة قرطاج قامت فين؟ قامت في تونس. طيب رقم 9 حضارة كوش. حضارة كوش تعالى نمسح الحاجات دي كده. حضارة كوش فين يا مستر؟ رقم 13. وبكده يا ولاد نكون خلصنا الخريطة. حضرتك مش هتعرف تكون حليت الخريطة صح غير لو انت بتتفرج على كورس الخرائط. طيب رقم السؤال اللي بعده اختر. قال لك بص بقى اي من الاشكال الاتية يعبر عن نسبة مساحة قارة افريقيا. مساحة قارة افريقيا. هي قارة افريقيا يا مستر مساحتها ايه؟ هقول له بص يا مستر مساحتها 30 مليون كيلو متر مربع. طيب بتمثل كام في المية؟ 20%. طب لو بنسبة يا مستر تمثل 1/5. بتمثل كام يا مستر؟ بتمثل الخمس. هو يا مستر قالهاي ولا واحدة من دول. طيب ايه اللي بتمثل 20%؟ مش ال 20% ده اقل من الربع؟ يعني كده يا مستر ده كده ربع، ده كده نص، ده كده 3/4، ده كده ربع. انا عايز حاجة اقل من الربع، يعني يا مستر عايز حاجة مثلا كده صح كده؟ طب فين؟ قال لك رقم ده لا، رقم ج ده اكتر من الربع لا، رقم ب ده اقل من الربع بكتير لا، يبقى رقم الف. فهمتها ولا لا؟ تاني قال لك رقم د انا عايز حاجه ربع اقل من الربع، فرقم د اكبر من الربع بكتير، ده داخل على النص فمش هينفع. طب رقم ج دي اكبر من الربع بشويه. طيب رقم ب لا انا هعمل كده الربع اهو، فدي اقل من الربع بكتير قوي فبرضه مش هتنفع. طب رقم الف دي اقل من الربع بحاجه بسيطه اللي هي ال5%، يبقى رقم الف. رقم 2 المسطح المائي الذي يحد قارة افريقيا من جهة الشمال. بنرسم رسمة كروكي كده لافريقيا وبنقول لها شمال جنوب شرق غرب. قال لي في الشمال، شمال افريقيا يا اولاد البحر الايه؟ البحر المتوسط. طيب البحر الاحمر موجود يا مستر في الشرق، المحيط الهندي موجود برضو في الشرق. طيب يا صديقي انت لازم تشوف الخريطه، لازم تدرسها كويس قوي، لازم تشوف كورس الخرايط. ادي يا حبيبي البحر الاحمر اهو في الخريطه السياسيه، وعندنا المحيط الهندي ده موجود في شرق القاره. طب في الغرب عندنا المحيط الاطلنطي، في الشمال عندنا البحر المتوسط. قلت لك قاره افريقيا مالهاش حدود جنوبيه. طيب اللي بعده المحيط الاطلنطي في الغرب. لازم وانت بتحل تفصص كل اختيار، ده الولد الشاطر. رقم 3 يحد المحيط الاطلنطي قارة افريقيا من جهة، شايف احنا قايلينها يحد المحيط الاطلنطي من جهة الغرب. طبعا انت عارف ايه الشمال والجنوب والشرق والغرب، ملهاش جنوب. طيب رقم 4 تطل قارة افريقيا من الشرق على البحر الاحمر. حلو قوي. اللي بيفصلها عن قارة ايه؟ طب يا مستر ادي قارة افريقيا شمال جنوب شرق. انا عارف ان هنا في البحر الايه؟ البحر الاحمر، وفي قارة تانية جنبيها. ايوه قارة اسمها قارة ايه؟ اسيا. لو انا اللي هحط الامتحان انا صدقني ما هجيب لك الاختيارات كده، ولا اقول لك اوروبا ولا امريكا ولا اسيا ولا استراليا. هقول لك اكبر قارات العالم، تاني اصغر قارات العالم، تالت اكبر قارات العالم، فهو كده جايبها لك سهل. لكن لو انا اللي هحط الامتحان صدقني ما هجيبها لك كده، هعلي لك المستوى اعلى واعلى.
يبقى تطل قارة افريقيا من البحر الذي يفصلها عن قارة اسيا. رقم 5 يقترب يابس قارة افريقيا من قارة اوروبا. يقترب يابس قارة افريقيا من قارة اوروبا عند، حلو قوي، قال لك افريقيا وقال لك اوروبا، الاثنين دول موجودين في الشمال. بتقترب عند مضيق جبل طارق. طب مضيق الباب المندب بتقترب اسيا من افريقيا. طب قناة السويس دي كلها يا مستر موجودة في مصر. طب مضيق موزمبيق ده مضيق افريقي خالص، ما مش بتبص عليه قارات تانية. طيب رقم 6 تجاور اكبر قارات العالم. هو دي الاسئله اللي انا بقول لك عليها بقى. ايه؟ ما قالكش اسيا، هو قال لك اكبر قارات العالم. طب ايه هي يا مستر اكبر قارات العالم؟ يا حبيبي انا قايل لك اسيا. تجاور قاره افريقيا من جهه ايه؟ يعني اسيا بالنسبه لافريقيا من جهه ايه؟ بص بقى يا صديقي، هنعمل ادي كده قاره افريقيا، شمال، جنوب، شرق، غرب. فين اسيا يا مستر؟ قال لك اسيا في الحته دي، يبقى تحدها من الجهه الشرقيه. من الجهه الايه يا مستر؟ من الجهه الشرقيه، يبقى من جهه الشرق. حلو قوي. القاره الوحيده التي تتصل بقاره افريقيا بريا. قال لك قاره تتصل بقاره افريقيا بريا، يبقى قاره تتصل بقاره افريقيا بريا قاره اسيا. طب ايه المنطقه دي؟ تعرف تقول لي؟ شبه جزيره سيناء، جدع. رقم 8 انتقلت الحضاره من قاره اسيا لقاره افريقيا عن طريق ايه يا اولاد؟ قال لك عن طريق، طبعا مضيق جبل طارق ده في النص بحر ما ينفعش. المحيط الاطلنطي برضه يا مستر ده ميه، ما ينفعش. مضيق موزمبيق لا يا مستر، انتقلت الحضاره من اسيا لافريقيا عن طريق منطقه بريه. ايه هي المنطقه البريه؟ شبه جزيره سيناء. طيب نشأت حضارة قرطاج فين؟ احنا يا صديقي خدنا من الحضارات 4 حاجات، يلا قولهم معايا. الحضارة المصرية في مصر، حضارة كوش في السودان، جدع. حضارة ايه تاني؟ اكسوم في اريتريا واثيوبيا. والثلاث حضارات دول قايمين على الزراعة، قايمين على الانهار. عندنا حضارة تانية يا ريتاج دي حضارة قرطاج. اتقامت فين بقى يا ولاد؟ قامت فين؟ في تونس. طيب من أقدم الحضارات التي نشأت على أرض إفريقيا حضارة كوش، قامت فين بقى؟ في السودان. طيب صح وغلط. تعد قارة أفريقيا ثاني قارات العالم من حيث المساحة. الإجابة دي صح ولا غلط؟ هتقول لي لا يا مستر فعلا صح. طيب قلنا مساحة قارة أفريقيا كام؟ يا مستر أنا زهقت، 30 مليون كيلو متر مربع. شاطر. طيب يمر مدار السرطان جنوب أفريقيا. ركز بقى، لو أنت بقى مش مركز هتودي الدنيا في داهية. آدي يا مستر قارة أفريقيا، آدي شمالها، جنوبها، شرقها، غربها. احنا قلنا قارة أفريقيا بيمر فيها كام دائرة عرض رئيسية يا مستر؟ قلت لي 3، قلت لك أنت شاطر جدع. استنى بس نظبط اللون كده. تمام. بيمر فيها في النص كده اسمها دائرة الاستواء. ماشي صح يا مستر. وفي الشمال مدار السرطان. صح يا مستر. وفي الجنوب تحت مدار الجدي. طيب انا بعد ما رسمت الرسمه وكتبت عليها البيانات، تعال نقرا السؤال تاني. يمر مدار السرطان جنوب افريقيا؟ قول له لا، مدار السرطان في شمال افريقيا. طب انا ليه يا مستر بعمل مع التصحيح؟ لان انت لو قريت السؤال فوق رقم 3 اهو، اقرا كده، اكتب كلمه صواب امام العباره الصحيحه وكلمه خطا امام العباره الغير الصحيحه مع التصويب. خلي بالك انت ما بقتش في ابتدائي، انت دخلت اعدادي يا صديقي. طيب رقم 3 يمر بالقاره الافريقيه 3 دوائر عرض رئيسيه. لو انت مش راسم الرسمه دي هتبص لهم كده، ايه في ايه؟ لا، بيمر فيها 3 دوائر عرض رئيسيه. طيب يقع ثلثي مساحة قارة أفريقيا شمال دائرة الاستواء. الثلثي مساحة قارة أفريقيا شمال دائرة الاستواء، الإجابة دي صح ولا غلط؟ يا مستر صح. طيب أنا ممكن أجيبها لك بطريقة تانية. يقع ثلث واحد، يعني 1/3 جنوب دائرة الاستواء. قول لي صح برضه، يعني هي من الناحيتين. طيب رقم 5 تقع قارة أفريقيا وسط قارات العالم وتطل على مسطحات مائية هامة. احنا لو جينا كده يا ولاد بصينا على خريطة العالم السياسية هنلاقي ان هنا اسيا وهنا اوروبا
وهنا امريكا الشماليه وهنا امريكا الجنوبيه وهنا استراليا، هنلاقي يا ولاد، وهنا طبعا القاره القطبيه الجنوبيه، هنلاقي ان قاره افريقيا موجوده وسط قارات العالم. طب وهي بتبص على مسطحات مائيه مهمه؟ طبعا يا مستر، ده بتبص على مضيق جبل طارق في الشمال، وبتبص على مضيق باب المندب في الشرق، وكمان بتبص على قناه السويس. فطبعا الاجابه صح. يفصل كل من البحر المتوسط والمحيط الهندي، البحر المتوسط والمحيط الهندي، قاره افريقيا عن قاره اسيا. هقول له بس اصبر كده، انا اروح ابص على الخريطه. ادي الخريطه يا ولاد، ادي هو بيقول لي البحر المتوسط والمحيط الهندي، الاثنين دول بيفصلوا عن اسيا. ازاي يا مستر؟ هو يقصد البحر الاحمر والمحيط الهندي. تبقى الاجابه اجابه خاطئه، ونقول له يا مستر هو قصده البحر الاحمر، يبقى تصويب البحر الاحمر. يفصل المحيط الهادي، حلو قوي، قاره افريقيا عن الامريكتين. هقول له اصبر، اروح ابص على الخريطه. السؤال ده صدقني انا قلته في الكورس التأسيسي، سواء الاولى اعدادي او ثانيه اعدادي او ثالثه اعدادي. قلت لك الحاجات اللي انا قلتها هناك مهمه جدا سواء لكل المراحل، فانت لو ما اتفرجتش عليه تفضل روح اتفرج عليه. هو قال لي ايه؟ المحيط الهادي. ادي المحيط الهادي وهنا المحيط الهادي. ما تكتبش المحيط الهادي من جهه شرقيه بس، لازم تعرف ان المحيط الهادي على الجنبين في الشرق وفي الغرب، لان احنا عندنا الخريطه مسطحه. قال لك بيفصل المحيط الهادي قاره افريقيا عن الامريكتين. اجابه خاطئه طبعا. امال ايه اللي بيفصلها؟ المحيط الاطلنطي. المحيط الاطلنطي. شايف السؤال عالي قوي ازاي؟ هنقول له غلط طبعا، المحيط الاطلنطي. طب يا مستر لو انا عايز ارخم عليك بقى، مش هقول لك المحيط الهادي او المحيط الاطلنطي. المحيط الاطلنطي هو تاني اكبر المحيطات. فلو قلت لك السؤال يفصل ثاني اكبر المحيطات قاره افريقيا عن الامريكتين، صح ولا غلط؟ صح. خدت بالك من الحته دي؟ شاطر. رقم 8، نشأة حضاره اكسون في غرب قاره افريقيا. هقول له بس اصبر. ادي يا اولاد قاره افريقيا. انا عندي كام حضاره؟ 4. صدعتني يا ابني، احفظ معايا. ادي حضاره مصريه في مصر، حضاره كوش في السودان، عندنا هنا حضاره ايه؟ اكسوم في اريتريا واثيوبيا. طب هو انا كده شرق القاره ولا غرب القاره؟ انا كده في الشرق، يبقى الاجابه دي يا مستر اجابه خاطئه، هي الموجوده في شرق القاره. شاطر يا كنافه. السؤال الرابع اكمل. قاره افريقيا احدى قارات العالم. احنا قلنا هو عالم عموما ولا عالم قديم ولا عالم جديد؟ قاره افريقيا من ضمن قارات العالم القديم. طب هو قارات العالم القديم كم قاره؟ 3 قارات. ايه هما؟ اسيا، افريقيا، اوروبا. جدع. يقع ثلث مساحه قاره افريقيا في نصف الكره الارضيه. ركز بقى، كان في صح وغلط، او قابلنا سؤال فوق قال لك ثلثي المساحه، وانا بشرح قلت لك خلي بالك من اليه، خلي بالك من اليه. لو قال لك الثلث بس موجود في الجنوب، لو قال لك الثلثي تبقى موجوده في الشمال. طب جنوب ايه وشمال ايه؟ شمال دائره الاستواء. طب ما تيجي نبص عليها على الخريطه. قال لك ادي هي يا اولاد دائره الاستواء. قال لك اهو فوق ثلثي، الجزء اللي فوق ده انت حاسه كبير ولا الجزء اللي تحت؟ لا يا مستر انا حاسس الجزء اللي فوق هو الكبير، يبقى ثلثي في الشمال، الثلث الواحد موجود في الجنوب. صديقي محاضرة الحل مهمة لا تقل أهمية عن محاضرة شرح. محاضرة الحل مهمة جدا جدا جدا. يقع ثلث المساحة قارة أفريقيا في نصف الكرة الأرضي الجنوبي. تتصل قارة أفريقيا بقارة آسيا عن طريق أفريقيا متصلة بآسيا عن طريق حتة مهمة جدا وعليها حكاية ورواية اليومين دول، هي يا أولاد شبه جزيرة سيناء. رقم 4، من أمثلة الإنتاج الثقافي للحضارات العلوم. قال لك الإنتاج الثقافي العلوم والفنون والقيم، لأنه قال لك إنتاج ثقافي ما قالكش إنتاج مادي. طب يا مستر لو قال لي إنتاج مادي أكتب له إيه حبيبي؟ اكتب له مثلا زي القلاع، الحصون. نشأت على أرض قارة أفريقيا أقدم الحضارات
زي الحضارة المصرية القديمة وحضارة نقط في السودان. مستر خلاص أنا حافظها، حضارة كوش. طيب رقم 5 صوب ما تحته خط. تقع قارة أفريقيا إلى الغرب من البحر. السؤال ده يا ولاد تقيل شوية. تعال ناخد الفكرة بتاعته وبعد كده نجاوب. بص بقى يا صديقي، لما باجي احدد الاتجاهات انا بمسك ادي مثلا القارة، فبقول شمال جنوب شرق غرب. تعال نمسك كده، شمال قارة افريقيا ايه؟ البحر المتوسط. شرقها ايه؟ بحر الاحمر والمحيط الهندي، صح كده؟ حلو. والغرب المحيط الاطلنطي. طيب تعال نمسك البحر الاحمر ونعمل الاتجاهات بتاعته. ادي يا مستر البحر الاحمر. هو ماله عامل كده ايه؟ ادي يا مستر البحر الاحمر. تعال نحدد الاتجاهات بتاعته. ادي شمال جنوب شرق غرب. حلو قوي. شمال البحر الاحمر شبه جزيره سيناء. جنوب البحر الاحمر مضيق باب المندب والمحيط الهندي. شرق البحر الاحمر، ركز، شرق البحر الاحمر قاره اسيا. غرب البحر الاحمر قاره افريقيا. ايه ده؟ ايه يا مستر ده؟ طب تعالى نقرا السؤال كده. تعالى نقرا السؤال. تقع قاره افريقيا الى الغرب من البحر. فمش برسم افريقيا، برسم البحر وبحدد اتجاهات البحر فبعرفه هو عامل ازاي. طيب تعالى ناخد يا ولاد، تعالى ناخد مثلا فكره تانية. هقول لك كده، تقع قاره افريقيا الى الجنوب من البحر نقط. افريقيا جنوب البحر الايه؟ انا عارف ان افريقيا عندها بحرين، يا بحر احمر يا بحر متوسط، صح؟ طب البحر الاحمر يا اما شرق يا اما غرب، فانا مش هاخده، انا عايز اللي بيبقى جنوب. طيب فانا هعمل ايه يا اولاد؟ هرسم البحر الايه؟ المتوسط. ادي البحر المتوسط. تعال نحدد اتجاهات البحر المتوسط. شمال البحر المتوسط اوروبا. جنوب البحر المتوسط افريقيا. يا لهوي يا مستر، الله اكبر عليك، ايه ده ايه ده ايه ده؟ يبقى افريقيا تقع الى الجنوب من البحر المتوسط. خدت بالك؟ ركز في الاسئله دي. طيب يبقى السؤال بتاعنا يا ولاد، تقع قاره افريقيا الى الغرب من البحر الاحمر. يقترب اليابس الافريقي مع اليابس الاسيوي عند مضيق باب المندب. عند مضيق ايه يا ولاد؟ باب المندب. رقم 3 تقع مصر في الركن لقارة افريقيا. هنا بيسألك، هنا الغرض من السؤال عايز يسألك في اتجاهات فرعية. طب ما تيجي نكتب كده الاتجاهات الفرعية على الخريطة بتاعت افريقيا. تعال، احنا قلنا الاتجاهات الفرعية ادي هي مستر. شمال شمال جنوب شرق غرب. طيب بعد كده بقى ابدا احدد. احنا قلنا بنمشي من فوق كده اهو، شمال شرق، فهنكتب كده شمال شرق. وهنا يا مستر هنكتب ايه؟ شمال غرب. شاطر. طب هننزل تحت هنكتب ايه؟ شمال غرب، جنوب شرق، وهنا جنوب غرب. حلو قوي. طيب
مصر هي يا ولاد، مصر هي تقع في الجزء الايه؟ الشمالي الشرقي. طيب تعالى نشوف كده. يبقى تقع مصر في الركن الشمال الشرقي. طيب رقم 4، من جوانب الانتاج نقط للحضارات القصور والمباني. هو انت دلوقتي مش القصر اللي قدامك والمبنى مش قادر تلمسه بايدك؟ قادر المسه بايدي، يعني حاجه ملموسه، يبقى من جوانب الانتاج المادي. طيب رقم 6، منطقة ذات أهمية استراتيجية تمثل حلقة اتصال بري بين أكبر قارتين في العالم مساحة. أحيي اللي حاطط السؤال، لأن هو ولا قال لك آسيا ولا قال لك أفريقيا، لكن أنا عارف إن أكبر قارات العالم هي قارة آسيا، وتاني أكبر قارات العالم هي قارة أفريقيا. يبقى يا ولاد عندي أكبر قارتين آسيا وأفريقيا، وأنا عارف إن الجزء المشترك ما بينهم هي شبه جزيرة سيناء. الله أكبر عليكم يا ولاد. رقم 2، أحد الممرات المائية المهمة تشرف عليه قارة أفريقيا، بس لازم أكمل للآخر، ويوجد في مصر. طب أنا عندي كام ممر؟ تعالى كده نفتكر. مضيق جبل طارق ده موجود ناحية المغرب وأسبانيا. عندي مضيق باب المندب ده يا مستر ناحية جيبوتي. طب عندي مضيق موزمبيق لا ده تحت خالص. أنا عايز في مصر عندنا قناة صناعية اسمها قناة السويس. رقم 3، حضارة ظهرت بقارة أفريقيا في إريتريا وإثيوبيا، دي حضارة أكسوم. تعالى بقى يا ولاد على أكتر أسئلة أنتوا بتخافوا منها عشان ما تأسستوش فيها صح، علشان كمان يا اما المدرس ما اسسكش صح فيها، وتاني نقطه عليك انت صديق ما بتذاكرش كويس قوي. طيب الاهميه الاستراتيجيه لموقع قاره افريقيا. لما يقول لك اهميه استراتيجيه خلي بالك انا عايز اقول لك تعالى اسسك في حاجه بقى. لما يقول لك بما تفسر فدي ليه، بيسالك ليه افريقيا عندها اهميه استراتيجيه. طب سؤال ما النتائج؟ النتيجه للي حصلت انا لما اكل كتير هتخن. طيب ده للجغرافيا، انك انت تخنت فانا الهدوم ما بقتش تدخل فيا، فده دليل. طيب تعال نجاوب بقى يا ولاد سؤال. عايز الاهميه الاستراتيجيه لموقع قاره افريقيا. هقول له يا مستر كده ان اهميه استراتيجيه تطل على مسطحات مائيه. طب ايه هي المسطحات المائيه؟ عندي مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، وقناه السويس. هديك الدرجه النهائيه. رقم 2، أهمية الاقتصادية لموقع قارة أفريقيا. صديقي لما أقول لك أهمية اقتصادية لأي قارة تقول لي الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. طيب يا صديقي الموقع الفلكي تقول لي يا مستر إن قارة أفريقيا بيمر بها 3 دوائر عرض رئيسية، وعندها أكتر من منطقة حرارية، يبقى عندها تنوع في المناخ، فعندها تنوع في النباتات الطبيعية، فعندها تنوع في الحيوانات، فعندها تنوع في ايه يا اولاد؟ في المحاصيل الزراعيه. طيب طب ده بيعود عليا بايه يا مستر؟ ده يا حبيبي انا لما دلوقتي قاره بنتج في الصيف فاكهه، وفي الشتاء فاكهه مختلفه، وفي الخريف فاكهه مختلفه، غير ان انا قاره طول السنه عندي شتاء بس، فانا بنتج نوع واحد من المحاصيل الزراعيه مثلا المحاصيل الشتويه، فتبقى عندي القاره مش غنيه قوي بالاقتصاد بسبب المناخ. طيب حلو قوي. تاني حاجه يا اولاد هنتكلم عن الموقع الجغرافي. طيب الموقع الجغرافي ان هي بتبص على ايه يا اولاد؟ بتتحكم في ممرات ملاحيه مهمه. السؤال رقم 3، تنوع المناخ في قاره افريقيا. قلناها يا اولاد، تنوع المناخ ادى الى تنوع ايه يا اولاد؟ النباتات الطبيعيه والمحاصيل الزراعيه وكمان الحيوانات. طب رقم 4، الأهمية الحضارية لموقع قارة أفريقيا. تقول لي يا مستر ده قارة أفريقيا دي اتعمل فيها 4 حضارات، تحب أكتبها لك؟ تعالى يا عم أكتبها لك. قال لك عندنا الحضارة المصرية فين؟ في مصر، وعندنا حضارة كوش في السودان، وعندنا حضارة ثالثة اسمها أكسوم، وكأنك بتقسم بالله بس ما تقسمش يعني. أكسوم، ودي موجودة في دولتين إريتريا وإثيوبيا. وقلنا ال3 حضارات دول قايمين على النهر، قايمين على الزراعة. عندنا حضارة رابعة يا ريتاج، دي حضارة
قرطاج. طب حضارة قرطاج موجودة فين يا ولاد؟ موجودة في تونس. الله ينور عليك يا ولاد. طيب مثلت شبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية لمصر عبر العصور. قبل ما أكمل يا ولاد عايزك تقول لي إيه رأيك في حصة الحل في الكومنتات، وقول لي مدى استفادتك منها، وإيه الحاجات اللي هل أنت كنت متخيل إن دي تبقى حصة حل، ولا أنت ما كنتش متخيل إنها بالجمال ده؟ طيب رقم 5، مثلت شبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية لمصر عبر العصور. أهمية، إحنا خدنا إن شبه جزيرة سيناء ليها أهميتين. قال لك ليها أهمية استراتيجية وليها أهمية حضارية. صح. طيب ليها أهمية استراتيجية يا مستر إن هي كانت بتتعرض لحملات عسكرية. أي حد عايز يدخل أفريقيا ما كانش عنده غير معبر واحد بس، شبه جزيرة سيناء، ويدخل على مصر. طيب يبقى أهمية استراتيجية إنها كانت يا أولاد تتعرض لحملات عسكرية، لذلك يا أولاد فإن الحفاظ على أمن مصر القومي ضرورة. طيب الأهمية الحضارية بقى يا أولاد، قال لك بص بقى، مصر او شبه جزيره سيناء كان ليها اهميه حضاريه ان هي كانت معبر، يعني مكان بتعبر منه من مكان لمكان، انتقال حاجتين، الثقافات والحضارات. طيب مين اشهر حضاره عندنا اتنقلت يا اولاد؟ هي مش حضاره بس وكمان ديانه، هو الحضاره الاسلاميه. طيب حلو جدا يا ولاد. طيب تمثل شبه جزيرة سيناء أهمية حضارية. سبحان الله احنا جاوبناها والله، يعني قلنا الأهمية الاستراتيجية وقلنا الأهمية الحضارية، احنا مش بنبص على الأسئلة بس. طيب أهمية الحفاظ على أمن شبه جزيرة سيناء هو ليه مهم؟ قال لك ده بقى ضرورة للحفاظ على الأمن القومي المصري والإفريقي. لو أنا عايز أحافظ على أمن قومي بتاع مصر لازم أحافظ على أمن شبه جزيرة سيناء. لو انا عايز احافظ على امن افريقيا لازم احافظ على شبه جزيره سيناء، لان هي معبر انتقال الثقافات والحضارات، وكانت من خلالها بتتعرض للعمليات العسكريه يا ولاد. طيب ما النتائج المترتبه على الموقع الجغرافي لقاره افريقيا؟ بص بقى، قاره افريقيا بالرغم ان هي الموقع الجغرافي بتاعها يا ولاد ان هي وسط قارات العالم، فقد بتتحكم في ممرات مهمة جدا. مفيش سفينة هتعدي من هنا او من هنا غير لما لازم تعدي على افريقيا، فده خلاها ان هي بتتحكم في الممرات الملاحية المهمة. يبقى ادى الى تحكمها في الممرات الملاحية المهمة. رقم 2، الموقع الفلكي لقارة افريقيا. هتقول لي يا مستر الموقع الفلكي لقارة افريقيا ان هي ايه يا ولاد؟ قال لك حصل تنوع في المناخ، وتنوع المناخ النباتات الطبيعية والمحاصيل الزراعية وكمان الحيوانات. شاطر يا برنس. رقم 9، دلل جغرافيا لشبه جزيرة سيناء أهمية حضارية لإفريقيا. لشبه جزيرة سيناء أهمية حضارية لقارة أفريقيا. هتقول له إيه يا ولاد؟ إن هي كانت معبر انتقال حاجتين، الثقافات والحضارات، واشهر حضاره عندنا الحضاره الاسلاميه. طيب رقم 2، قيام حضارات قديمه في افريقيا. هي في افريقيا قامت فيها حضارات قديمه؟ هقول له طيب زي ايه يا مستر؟ هقول لك يا صديقي حفظناها وتعبنا منها. حضاره الحضاره المصريه في مصر، حضاره كوش في السودان، حضاره اكسوم في اريتريا واثيوبيا، حضاره قرطاج في شمال افريقيا. انت زهقت مني؟ بس صدقني هتحس بقيمة الكلام اللي أنا بقوله لما تقعد مع صحابك اللي بياخدوا عند مدرسين أفاضل كتيرة قوي وبياخدوا في المدرسة. ده أنت هتحس بكمية المتعة وإنك أنت مميز، أنت مش طالب عادي. طيب ما المقصود بالحضارة؟ قال لك بص بقى يا مستر، الحضارة دي هي مجموع حاجتين، مجموع إنتاج ثقافي وإنتاج مادي. طب زي إيه يا مستر الإنتاج الثقافي؟ زي العادات والتقاليد، زي القيم والمبادئ، زي الفنون.
طيب المد يا مستر زي القلاع والحصون والمباني والقصور. ماشي يا صديقي؟ ماشي يا مستر. طب ما العلاقة بين شبه جزيرة سيناء والأمن القومي المصري الإفريقي؟ هنا يا ولاد هتكلم عن أهمية شبه جزيرة سيناء الحضارية ولا الاستراتيجية؟ طبعا هتكلم عن الأهمية الاستراتيجية، لأن هي يا ولاد تعرضت لحملات عسكرية كثيرة يا ولاد، وده كان بيهدد أمن مصر وأفريقيا. طيب رقم 2 الموقع الجغرافي لقارة افريقيا والملاحة العالمية. قارة افريقيا يا ولاد تقع وسط قارات العالم. طب ايه العلاقة ما بينهم؟ قال لك ان هي تطل على مسطحات مائية مهمة. طب زي ايه يا مستر؟ زي مضيق جبل طارق، وعندك مضيق باب المندب، وعندك قناة السويس. اكتب كده، اكتب كده صدقني. طيب رقم 3 الموقع الفلكي والمحاصيل الزراعيه. هو يا مستر انا حفظت الدرس، انا مش عارف اقول لك ايه، يعني انا بحبك، انت حفظت الدرس انا عارف. الموقع الفلكي يا ولاد لما يبقى في قاره افريقيا، هعيدها تاني، ان قاره افريقيا يبقى عندها تنوع يا ولاد في المحاصيل في المناخ. ليه عندها تنوع في المناخ؟ لانها تقع في اكتر من منطقه حراريه، لان بيمر فيها 3 دوائر عرض رئيسيه: مدار السرطان في الشمال، مدار الجدي في الجنوب، دائره الاستواء في وسط افريقيا يا ولاد، وثلثي المساحه شمال دائره الاستواء، والثلث جنوب دائره الاستواء. طيب الموقع الفلكي ده يا ولاد خلى عندها تنوع في المناخ، فبقى عندها تنوع في النباتات الطبيعيه زي حشائش التندرا والسافانا والاستبس، وعندنا تنوع في المحاصيل الزراعيه، البطيخ والفاكهه والخضروات عموما، وكمان يا اولاد تنوع في الحيوانات. في حيوانات طبيعتها بتعيش في الصحراء، في حيوانات بتعيش في المناطق البارده، وفي حيوانات بتعيش في المناطق المعتدله. دلوقتي يا اولاد هنحل اسئله تميز. ركز، ولو انت بتخاف من الحته دي قوي، انا عارف انك انت بتخاف يا صديقي، بس انا مش عايزك تخاف. افرد ظهرك كده، يلا. قال لك استعن بالخريطه المقابله في الاجابه عما يلي. قال لك اي من الممرات المائيه التاليه تخضع لاشريف افريقي خالص. يا مستر ده هو ده اسئله التميز؟ ده انت مدربنا عليها كتير. شفت بقى؟ شفت عندنا مضيق ايه يا اولاد؟ عندنا اول مضيق هتدور عليه مضيق موزمبيق. طيب عندنا مضيق الباب المندب وقناه السويس. لا، باب المندب بتبص عليه ايه يا اولاد؟ اسيا وافريقيا، وقناه السويس في افريقيا بس. مش هينفع، يبقى الاجابه الاولى غلط. طب جبل طارق؟ لا مش هتنفع. ليه؟ ما جبل طارق لان جبل طارق في اوروبا، وايه تاني يا اولاد؟ وفي افريقيا. مضيق باب المندب في اسيا، مش هينفع. قناه السويس ومضيق موزمبيق. هي دي يا مستر، هي الاجابه الثالثه. شاطر. انت بصيت على الخريطه؟ لا. ليه؟ لان انت متفرج على الكورس التاسيسي كويس قوي، متفرج على كورس الخرايط كويس جدا، مركز في حصه الشرح، مركز في حصه الحل، فانت فرود خلاص. تشرف الشمس اولا في قاره افريقيا على الجهات الساحليه المطله. يا مستر، معلومه من رابعه ابتدائي رطبتها لك في اولى اعدادي. الشمس بتشرق من الشرق وبتغرب من الغرب. ايه الكلام البديهي ده؟ طب هو شمال افريقيا ايه؟ تعال نبص كده. شمال افريقيا هبقى بدور على حاجتين: يا اما بحر احمر يا اما محيط هندي. قال لك تشرق الشمس اولا على المحيط الاطلنطي. لا، دي اخر حاجه، ده في الغرب، مش هينفع. خليج غينيا اهو في الغرب، مش هينفع. البحر المتوسط ده في الشمال، لا، يبقى المحيط الهندي. حلو قوي، فهمت السؤال ده؟ طب تعالى اقول لك سؤال من عندنا. هقول لك تغرب الشمس في قاره افريقيا على الجهات الساحليه المطله على جدع المحيط الاطلنطي. كده انت فهمت. طيب رقم 3 يقع الجزء الاكبر مساحه بقاره افريقيا. انا عارف يا مستر ان ثلثي المساحه شمال دائره الاستواء، مش محتاجه اسئله تميز ولا اي حاجه. ايه اللعب العيال ده يا مستر؟ لا، هو مش لعب عيال، انت بذلت مجهود وانا بذلت مجهود وربنا وفقنا. طيب رقم 4 الممر المائي الذي يقع في نصف الكره الارضيه
خلي بالك هو عايز ممر مائي يقع في نصف الكره الارضيه، ادي الكره الارضيه كلها، ما قالكش افريقيا، قالك في نصف الكره الارضيه الغربي. السؤال ده يا ولاد بص ابن لذينه، تعالى بص عن خريطه العالم كلها، تعالى كده. اول ما يبدا يا صديقي معاك يقول لك شرق وغرب، ارسم على طول خط جرينتش، هو المرجع بتاعك. طب لو قال لك شمال وجنوب، على طول المرجع دائره الاستواء. طب تعالى نرجع للسؤال بتاعنا، هو قال لك شمال او شرق وغرب، على طول ترسم خط جرينتش. ادي يا ولاد خط جرينتش اهو، حلو قوي. طيب ايه اللي غرب خط جرينتش يا مستر؟ مضيق جبل طارق. الله اكبر، خدت فكره تانية، شفت؟ يبقى مضيق جبل طارق. طب مضيق موزمبيق؟ لا ده شرق. مضيق باب المندب في الشرق، قناه السويس موجوده في الشرق برضه. طيب صوب المسار التالي لتمر به سفينه بحريه تقوم برحله من ساحل مدينه الاسكندريه متجهه غربا، يعني ماشي ادي اسكندريه اهي وهتمشي كده الى دوله موريتانيا. طيب ادي يا اولاد السفينه هتطلع من هنا وهتمشي شرق ولا غرب؟ لا يا مستر هتمشي غرب، فهتمشي كده وهتروح على موريتانيا. ايوه عايز ايه؟ فين موريتانيا؟ اهي. طيب عايز ايه بقى؟ هتعدي على ايه؟ هتعدي على هندي جاتك واكسة وكسة. طب هتعدي على مضيق باب المندب؟ لا، هتعدي على البحر المتوسط. شاطر. تشرف قارة افريقيا على ممرات مائية طبيعية وصناعية، صح ولا غلط؟ هتلاقيني كده وانا قاعد اقول لك قناة السويس صناعية، قناة السويس صناعية، قناة السويس صناعية، لان البشر هم اللي عملوها. يعني عايز تقول يا مستر ان قارة افريقيا فيها ممرات طبيعية زي المضايق وفيها ممرات صناعية زي قناة السويس، صح. طيب اشرفت، يبقى الاجابة طبعا صح يا ولاد. طب لو عايز دليل ابدا اكتب له المضايق الطبيعية زي مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب ومضيق موزمبيق، ده الطبيعية. طب لو عايز يقول لك الصناعية قول له قناة السويس. طيب اشرفت حضاره اكسوم على احد المواقع الاستراتيجيه. خلاص يا ولاد ده اخر اخر سؤالين، السؤال ده واللي بعده. اشرفت حضاره اكسوم على احد المواقع الاستراتيجيه بافريقيا. حضاره اكسوم، اريتريا واثيوبيا، ودول شرق القاره. وانا عارف ان شرق القاره يا مستر ان انا عندي بص ادي اريتريا اهي، ادي اريتريا وادي اثيوبيا، شايف الحته دي؟ طب مش هنا في مضيق اسمه باب المندب؟ اسمه مضيق باب المندب. لما تيجي نبص على السؤال كده، اشرفت حضاره اكسوم على احد المواقع الاستراتيجيه بقاره افريقيا، صح ولا غلط؟ صح. طب ايه هو الموقع الاستراتيجي باب المندب؟ انا مبسوط بالسؤال ده وحي اللي حاطط السؤال ده، لان هو ما قالكش دولتين فانت تروح تدور في الدولتين، هو قال لك حضاره وقال لك بتبص على مواقع استراتيجيه. لا محتاجه فكر، السؤال ده حلو جدا. قال لك دلل على صحة العبارة. يعد موقع، ده آخر سؤال يا ولاد، يعد موقع شبه جزيرة سيناء سلاح ذو حدين بالنسبة لكل مصر وإفريقيا. هو عايز يقول لك من الآخر إن شبه جزيرة سيناء لها أهميتين، أهمية حضارية وأهمية استراتيجية. بس أنت سمعت بقى سلاح ذو حدين، أنت دماغك اتبرجلت. أهمية حضارية إن إحنا كنا بنستفاد وبنفيد الحضارات المجاورة. زي ايه يا ولاد؟ قال لك زي مثلا هي عندك حضاره بلاد العراق اللي هي بلاد الرافدين، حضاره فينيقيا، كل ده كان فيه تواصل حضاري. انت مالكش دعوه بالقصه دي، بس تعرف انها كانت معبر انتقال الثقافات والحضارات. واشهر حضاره يا ولاد الحضاره الاسلاميه. ده الجزء الحلو. طب الجزء الوحش ان مصر كانت بتتعرض عن طريق شبه جزيره سيناء للحملات العسكريه اللي جايه من اسيا عايزه تدخل افريقيا، لسه ما كانوش اكتشفوا السفن، فكان المعبر البري شبه جزيره سيناء. فده كان ده مشكله بقى. طبعا احنا خلصنا كده صفحه 31، خلصنا واجب الحصه الاولى في ساعه الا ربع. صدقني الحصه مدمره. طيب يلا يا اولاد نبدا. قبل ما نبدا في المحاضره الثانيه تعالى نمر في خلال 3 دقائق بسرعه كده على الشرح بتاعها.
طيب احنا خدنا الكشوف الجغرافيه يا اولاد، عندنا 3 ليهم دور في الكشوف الجغرافيه، عندنا مصر وعندنا اوروبا وعندنا كمان دور العرب. في دور مصر يا اولاد بينقسم لعصر المصريين القدماء وعصر ايه يا اولاد؟ العصر الحديث. عصر المصريين القدماء في عندي رحاله حرخوف يا اولاد، ده عمل 4 رحلات نحو ايه؟ الجنوب يا اولاد، وده كان من اوائل المصريين الذين اكتشفوا اجزاء من افريقيا، ما اكتشفوش افريقيا كلها. عندنا الملك نخاوي الثاني يا اولاد، وده بعد بعثه للدوران حول افريقيا، بدات من البحر الاحمر وعادت عبر مضيق جبل طارق، واستمرت الرحله دي كام سنه يا اولاد؟ 3 سنوات. طيب لما يجي يقول لك هل الاوروبيين هم اول من داروا حوالين افريقيا؟ قولوا لا طبعا، اللي داروا حوالين افريقيا الملك نخاوي الثاني في عصر المصريين القدماء. وصل المصريين القدماء يا اولاد، وصلوا للسودان ودول وبعض دول شرق اسيا، وامتد التاثير الحضاري غرب ايه؟ افريقيا، اللي هو بيبص على المحيط الاطلنطي ومنابع النيل الاستوائيه اللي هي هضبه البحيرات الاستوائيه. طب في خلال العصر الحديث يا مستر قال لك عندي حاجتين، عندي محمد علي باشا وحفيده اسماعيل. محمد علي يا اولاد كان مطبق نظام حكيناه في الحصه، نظام الاحتكار، فكان اهم حاجه عنده الزراعه، والزراعه قايمه على الميه العذبه، فهو كان عايز يعرف نهر ده ايه اساسه ومنبعه ايه، فراح يا اولاد عمل اكتشاف منابع النيل سنه 1839، وده اكتشف من خلاله النيل الابيض. او طيب لما اكتشف النيل الابيض يا اولاد رسم خريطه للنيل حتى جنوب السودان. هيجي لك سؤال كده يا اولاد يقول لك رسم خريطه للنيل حتى جنوب دائره الاستواء، قول له غلط، حتى جنوب السودان. طيب الخديوي اسماعيل يا اولاد ده اهتم باكتشاف منابع النيل ووصل حكمه الى جنوب دائره الاستواء. طيب دور العرب يا مستر، عندي الجغرافيين والرحاله العرب، عندي 2 بسرعه كده، عندي ابن بطوطه وعندي ايه؟ المسعودي. ابن بطوطه يا اولاد عمل رحلات في شمال وغرب افريقيا، لان احنا قلنا هو اصلا من المغرب، والمغرب دي اصلا تقع في الجزء الشمال الغربي لافريقيا. طيب واختار الصحراء الكبرى، والصحراء الكبرى احنا عارفين معلومه ان هي اكبر صحاري العالم يا اولاد، وطبعا اخترقها من الشمال للجنوب. ليه يا مستر اخترقها من الشمال؟ مش عليك في المنهج، انا بفهمك يعني، لان هو كان من المغرب ومالي تحت المغرب، ادي مالي هي يا اولاد، مالي تحت المغرب بسرعه كده، ادي مالي تحت المغرب، فاخترقها من يا اولاد من الشمال الى الجنوب، ووصل الى دوله مالي، ومالي دوله حبيسه. اما المسعودي يا اولاد ده كان من اوائل الرحاله العرب اللي زاروا افريقيا وكتبوا عنها. طيب التجار العرب بقى يا مستر، قال لك التجار دول يا اولاد احنا قلنا كانوا من اسيا لافريقيا، وكان اللي بينقلهم الرياح الموسميه الشتويه والصيفيه، لان ما كانش فيه مواتير، فكانوا بيستنوا الرياح هي اللي ايه يا اولاد بتنقلهم عبر الشراعات. طيب وصل قوافلهم ل3 اماكن يا اولاد، للسودان وبلاد الحبشه وجزر القمر، وساهموا في نشر ايه يا اولاد؟ الاسلام، فتكونت الممالك الاسلاميه في الجهات الشرقيه للقاره، طيب وغرب القاره. طيب دور الاوروبيين يا اولاد، قال لك بص بقى، الاوروبيين عندي في خلال القرن ال15 وفي نهايه القرن 18 وال19. في خلال القرن ال15 دي كانت الكشوف الجغرافيه يا اولاد، وكان عندهم هناك عايزين يكتشفوا عرفوا السفن، فكان عايزين يكتشفوا التجاره. طيب اما في نهايه القرن 18 و19 ده مع الثوره الصناعيه. طيب في خلال القرن ال15 يا اولاد عملوا محاولات في عهد واحد اسمه الامير هنري الملاح، وده كان برتغالي. تعالى اوريك البرتغال فين، ادي البرتغال يا صديقي في الحته دي كده، دي البرتغال. طيب واستفادوا مما كتبه العرب، فلما يجي سؤال كده يقول لك ان العرب ان البرتغال استفادوا من العرب ولا ما استفادوش؟ ايوه طبعا استفادوا منهم. والبرتغال لما عملوا طريق رأس رجاء الصالح كان الغرض منه كله هو عايزين يروحوا للهند، فيقول لك ليه اكتشفوا طريق رأس رجاء؟ لان كان الغرض ان هم عايزين يوصلوا للهند. طيب ليه يوصلوا للهند يا اولاد؟ سريعا كده، لانها كانت مليانه مواد خام. أسس البرتغاليون المواد والمراكز التجارية على طول رأس رجاء الصالح، لأنهم كانوا عايزين يأمنوا الملاحة والتجارة بتاعتهم. طيب في نهاية القرن ال18 وخلال القرن ال19 كان للأوروبيين دور بارز في اكتشاف منابع نهر النيل، وتوالت الكشوف لقارة أفريقيا، إنجليز، فرنسيين، هولنديين. بعد كده ناخد الخريطة السياسية لقارة أفريقيا. صديقي العزيز قبل ما تخش على الجزء ده لازم تبقى شفت كورس الخرائط بتاع الخريطة السياسية لقارة أفريقيا.
طيب قاره افريقيا يا اولاد اتقسمت ل 54 دوله. مين اللي قسموها يا اولاد؟ الاوروبيين. ليه يا اولاد؟ لان افريقيا مليانه خير، مليانه الماس وذهب ومليانه خير كتيره جدا، فكانوا عايزين ينهبوا خيراتها واستغلال ثرواتها. كمان يا اولاد اكبر دوله من حيث المساحه هي دوله الجزائر يا اولاد، ومصر تقع في الركن الشمال الشرقي، ودي خدناها في الاتجاهات الفرعيه. طيب ليه قسمناها لعدد كبير من الدول؟ لان كان عندنا قاره اسمها القاره الاوروبيه، جواها دول استعماريه عايزين ينهبوا الخير ويستغلوا الثروات بتاعتها يا اولاد. فده بقى ادى الى افريقيا بالرغم ان هي دوله قاره غنيه جدا، ولكن كانت بتعاني من الفقر. طب قاره افريقيا فيها كام دوله عربيه؟ يعني ايه دوله عربيه؟ قال لك ده اسمه تقسيم اثنوغرافي قايم على اساس اللغه. طيب قال لك فيها 10 دول عربيه، عندنا مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، جزر القمر. طيب عندنا من ضمنها يا اولاد لما امسك قاره افريقيا عندنا دول ساحليه ودول حبيسه. طيب حلو جدا يا مستر. قال لك مصر مسكت الاتحاد الافريقي سنه 2019، وده بقى عندها فيها فرصه قويه لتدعم العلاقات بينها وبين الدول الافريقيه. طيب ليه الدول الاوروبيه الاستعماريه اتسرعت على قاره افريقيا؟ لان كان الهدف بتاعها يا اولاد نهب خيراتها واستغلال ثرواتها. طيب ما النتائج كده يا اولاد؟ قسمتها لعدد كبير من الدول اللي هم 54 دوله، ومن ضمنهم 10 دول عربيه. تعالى بقى نروح لصفحه الواجب بتاعنا يا اولاد. كده خدنا مراجعه سريعه، وقول لي انت محتاج جزء المراجعه السريعه ده بعد كده ولا مش محتاج؟ طيب في صفحه 32 يا اولاد، صفحة 32 يلا بينا نحل يا أولاد. رقم 1 دي قارة أفريقيا، يمثل الرقم 6 بعثة الملك للدوران حول أفريقيا. احنا قلنا عندنا ملك عمل دوران حول أفريقيا وهو الملك نخاو الثاني، والرحلة استمرت كام سنة؟ 3 سنين يا مستر. طيب وامتد التأثير الحضاري إلى غرب أفريقيا. طيب رقم 2 يمثل الرقم نقط طريق رأس رجاء الصالح. رقم 2 رأس رجاء الصالح. لا هو عايز ايه الرقم بيدل على رأس رجاء الصالح يا ولاد؟ هو طبعا رقم 3. طيب يشير الرقم نقط الى البحر الاحمر. رقم 4 يشير الى الرقم مضيق جبل طارق. رقم 1. طيب اللي بعده دولة ترأست الاتحاد الافريقي عام 2019 دولة مصر. طب فين هنا مصر يا مستر؟ رقم 1. طيب يا مستر انا عايز احفظ الدول دي يا صديقي، بقول لك روح اتفرج على الخريطة. طيب اكبر دول القارة مساحة طبعا دولة الجزائر اللي هي رقم 2. دولة عربية ساحلية. دولة عربية هي ولاد ساحلية. خلي بالك بقى فين دولة رقم 3؟ يعني ايه دولة ساحلية؟ يعني بتبص على بحار او محيطات. طب الدولة دي دولة ايه يا ولاد؟ قال لك دي دولة ايه؟ صومال. دولة لا تطل على مسطحات مائية، يعني دولة حبيسة. رقم 4 دي دولة بتسوانا. دولة ايه؟ بتسوانا. طبعا دي مصر، ودي طبعا قارة اكبر دول القارة طبعا الجزائر. رقم 5 جزيرة مدغشقر، ودي اكبر الجزر الافريقية مدغشقر. رقم 6 جزر القمر، ودي يا ولاد دولة عربية على فكرة. طيب السؤال اللي بعده اختر. ارسل الملك نخاو الثاني بعثة للدوران حول افريقيا. بدأت من مين؟ بدأت من البحر الاحمر، واستمرت لمدة كام سنة؟ 3 سنوات، وعبرت عبر مضيق جبل طارق. شاطر. رقم 2 في عهد محمد علي تم رسم خريطة للنيل. خلي بالك بقى ان انا بتكلم كده عن دور مصر في عصر قديم ولا عصر حديث؟ في عصر حديث. عندي 2 محمد علي واسماعيل. محمد علي سنة 1839 حاول ان هو يكتشف منابع النيل. ايه يا اولاد؟ اكتشف منابع النيل الابيض. يبقى في عهد محمد علي تم رسم خريطة للنيل حتى جنوب السودان. رقم 3 امتدت الدولة المصرية إلى جنوب دائرة الاستواء خلال حكم قال لك خلال دائرة الاستواء يبقى الخديوي إسماعيل. حر خوف؟ لا طبعا. نخاو الثاني؟ لا طبعا. محمد علي ده جنوب السودان مش دائرة الاستواء. رقم 4 استطاع ابن بطوطة خلال رحلاته بقارة افريقيا ان يخترق الصحراء الكبرى حتى وصل الى
ابن بطوطة يا ولاد. احنا قلنا ان هو عمل رحلات في شمال وغرب واخترق الصحراء الكبرى من الشمال الى الجنوب، يبقى دولة مالي. ومالي دولة حبيسة. رقم 5، تعرضت شعوب القارة الافريقية للاستعمار من قبل دول قارة يبقى افريقيا كان في قارة تاني بتحاول تستعمرها، بتحاول تحتلها، وهي القارة الاوروبية. السؤال ده سهل، انا بقى لو هصعبه ازاي؟ ممكن اقول لك ما هي القارة التي تشترك بين قارة افريقيا وقارة اوروبا في مضيق جبل طارق؟ تمام. ممكن اقول لك قارة سادس قارات العالم من حيث المساحة، ثاني اصغر قارات العالم من حيث المساحة. ارجع للكرسي التأسيسي. طيب، تم دوران حول قارة افريقيا لاول مرة خلال عهد الامير هنري الملاح. قول له طبعا غلط. تم الدوران حول افريقيا لاول مرة كان ايام الملك نخاو الثاني، لما بعت بعثة للدوران حول افريقيا بدأت من البحر الاحمر ولفت حوالين افريقيا واستمرت كام سنة؟ 3 سنوات. وصل المصريون القدماء الى السودان وبعض دول شرق افريقيا. قول له طبعا صح. امتد التأثير، وده كان في ايام الملك نخاو الثاني، امتد التأثير الحضاري للمصريين القدماء الى غرب افريقيا ومنابع النيل الاستوائية. امتد التأثير الحضاري القدماء لغرب افريقيا. ايوه طبعا يا مستر صح، لان غرب افريقيا ما عندهمش حضارات، فالتأثير بتاع الحضارات بتاعتنا راح لهم هناك. رقم 4، يعد المسعودي من اوائل الرحالة العرب الذين زاروا افريقيا وكتبوا عنها. صح. طب لو قلت لك من اوائل الرحالة المصريين القدماء هتقول لي مين؟ حرخوف. شاطر. رقم 5، وصلت القوافل العربية في العصور الوسطى الى السودان وبلاد الحبشة وجزر القمر. وصلت القوافل العربية في العصور الوسطى الى السودان وبلاد الحبشة وجزر القمر. طبعا صح. تعددت الممالك الإسلامية على سواحل أفريقيا الشرقية وامتدت إلى هضبة البحيرات الاستوائية. صح يا ولاد. كان للأوروبيين دور بارز في اكتشاف منابع نهر النيل في القرن ال18 وخلال القرن ال19. صح. طب هقلب لك السؤال، لو كان للأوروبيين دور بارز في اكتشاف منابع نهر النيل في القرن ال15؟ لا طبعا غلط. ماشي. طيب، تعد مصر أكبر الدول الأفريقية والعربية من حيث المساحة. قول لي لا يا مستر، أكبر الدول من حيث المساحة هي دولة الجزائر، ودولة الجزائر دولة عربية فاحلية. طيب، تم انتخاب دولة المغرب عام 2019 لرئاسة الاتحاد الأفريقي. غلط. أمال دولة مصر يا مستر. طيب، اللي بعده، استغرقت الرحلة التي أرسلها الملك 3 سنوات للدوران حول أفريقيا. إيه هي يا مستر؟ قال لك الملك نخاو الثاني. طيب، انتهت رحلة محمد علي باشا التي أرسلها إلى أفريقيا باكتشاف منابع النيل الأبيض ورسم خريطة للنيل الأبيض. طيب، أسس البرتغاليون المواني والمراكز التجارية بإفريقيا على طول طريق رأس رجاء الصالح. تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي. طيب، عادت رحلة سؤال صوب يا ولاد. عادت رحلة الدوران حول أفريقيا في عهد الملك نخاو الثاني عبر مضيق جبل طارق. تم اكتشاف النيل الأبيض في عهد مين؟ قال لك النيل الأبيض في عهد محمد علي يا ولاد، في عهد محمد علي. وأنا معلش شوية مدقق شوية قولوا لي أني لون من الألوان اللي أنا بكتب بيها عجبتكم. طيب، بدأت محاولات الإنجليز لاكتشاف أفريقيا في القرن ال15. لا، هم مش الإنجليز يا مستر، هم البرتغاليين، وأنا وريتك فينهم على الخريطة أهم يا ولاد. هي دي البرتغال. حلو قوي. طريق اكتشفوا البرتغاليون للدوران حول افريقيا. طريق اكتشفوا البرتغاليون للدوران حول افريقيا ده يبقى طريق يا ولاد ايه؟ طريق رأس رجاء الصالح. الدول التي تطل على مسطحات مائية دي دول ساحلية. الدول التي لا تطل على مسطحات مائية دي دولة حبيسة أو دول حبيسة. طيب، لمن تنسب الأعمال؟ أحد الرحالة في مصر القديمة
قام ب4 رحلات نحو الجنوب في افريقيا. ده يا مستر مين الرحال ده؟ في حلوان من القاهرة يا ولاد، حلوان بلد الاشبال عشان منها. احد الرحالة في مصر القديمة حر خوف يا ولاد، حر خوف. طالما قال لك كام رحلة؟ 4 رحلات. ملك مصري ارسل بعثة للدوران حول افريقيا، استمرت كام سنة؟ استمرت 3 سنوات. ده الملك يمين يا ولاد، ملك نخاو الثاني. حاكم مصر الذي ارسل رحلات لاكتشاف منابع النيل، ده يا ولاد سنة 1839، ده محمد علي. طيب احنا على فكرة بنحل اسئلة محافظات بني سويف. حاكم مصري اهتم باكتشاف منابع النيل ووصل حكمه لجنوب دائرة الاستواء. حاكم مصري اهتم باكتشاف منابع النيل ووصل حكمه لجنوب دائرة الاستواء. ده مين؟ الخديوي اسماعيل. طيب الرحالة العربي الذي استطاع أن يخترق الصحراء الكبرى من الشمال إلى الجنوب حتى وصل إلى مالي يا ولاد، ده ابن بطوطة. شاطر يا ولد. بدأت في عهد محاولات البرتغاليون لاكتشاف إفريقيا في القرن ال15. بدأت في عهده. هو عايز مين الملك ده؟ الأمير هنري الملاح. الملاح يبقى الأمير هنري الملاح. رتب الأحداث يا أولاد. اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح الأول، ولا رحلات الرحالة حر خوف في إفريقيا، تقسيم إفريقيا إلى عدد كبير من الدول، اكتشاف منابع نهر النيل في عهد محمد علي. طيب أول حاجة يا أولاد رحلات، لأن ده كان في عصر المصريين القدماء. طيب بعد كده عندنا اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح الأول، ولا اكتشاف منابع النيل في عهد محمد علي؟ لا طبعا اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح. بعد كده منابع النيل رقم 3 في عهد محمد علي اللي هو كانت سنة 1839. طيب تقسيم أفريقيا ده كان في خلال القرن ال 18 و 19 يا ولاد، فدي طبعا رقم 4. السؤال اللي انتوا بتقلقوا منه بس هو سهل. تأسس أو تأسيس البرتغاليين ليه؟ بما تفسر. تأسيس البرتغاليين المواني والمراكز التجارية على طول طريق رأس رجاء الصالح، قال لك لتأمين التجارة والملاحة. يبقى لتأمين الملاحة والتجارة، لتأمين الملاحة والتجارة. طيب قيام الدول الاستعمارية بتقسيم قارة افريقيا لعدد كبير من الدول، ليه يا ولاد؟ لنهب خيراتها واستغلال ثرواتها. طيب تصارع الدول الاستعمارية الأوروبية على قارة افريقيا، ليه يا ولاد؟ برضو لنهب خيراتها واستغلال ثرواتها. انا عايز انهبك، اخد خيرك كله. طيب رقم 4 معاناة دول القارة الافريقية من الفقر بالرغم من امتلاكها للموارد الطبيعية. هتقول له كده بسبب يا ولاد تصارع الدول الأوروبية الاستعمارية. الدول الايه؟ الأوروبية الاستعمارية. بسبب تصارع الدول الأوروبية الاستعمارية لنهب خيراتها، لنهب خيراتها واستغلال ثروتها. طيب ما النتائج المترتبة على اهتمام محمد علي باكتشاف منابع النيل؟ اكتشف حاجتين يا مستر، ايه هما؟ اول حاجة تعالى بس كده نرتب الصفحة دي. طيب قال لك حاجتين يا ولاد، اكتشف منابع النيل الابيض. اكتشف منابع النيل الايه؟ الابيض. رقم 2 قال لك رسم خريطة للنيل الابيض جنوب، رسم خريطة للنيل الابيض يا ولاد وجنوب حتى جنوب السودان. ده السؤال الاول. طيب السؤال اللي بعده، ما النتيجة المترتبة على محاولات البرتغاليين لاكتشاف قارة افريقيا اواخر القرن ال15؟ ايه النتيجة يا ولاد للكلام ده؟ قال لك اكتشفوا
قال لك اكتشفوا طريق رأس رجاء الصالح. طيب تصارع الدول الاستعمارية، قال لك لما الدول الاستعمارية بدأت تتصارع قال لك أدى إلى تقسيم عشان ظهر وجعني يا ولاد، تقسيم القارة الإفريقية إلى، تعال نغير اللون، إلى عدد كبير من الدول، 54 دولة يا ولاد. وده ليه يا ولاد كله ده؟ قال لك لنهب خيراتها واستغلال ثروتها. شاطر يا برنس. طيب تصارع، طيب ايه ده خلصناه. اللي بعد دلل، قال لك صار الخديوي اسماعيل على خطى جده محمد علي باشا في الاهتمام بالكشوف الجغرافيه. عارف ايه هو؟ توهك. تعال نقرا الصوره كده. قال لك ايه؟ صار الخديوي اسماعيل ماشي على خطى جده، اللي هو ماشي على خطواته يعني ماشي وراه، في الاهتمام بالكشوف الجغرافيه. هو اسماعيل عمل ايه يا ولاد؟ قال لك ان اسماعيل اهتم باكتشاف، هتقوله كده ان هو عمل ايه؟ اهتم باكتشاف منابع النيل، وهتقول له وصل حكمه الى جنوب، هتقول ايه بقى؟ جنوب السودان. هديك على وشك، جنوب دائرة الاستواء، جنوب دائرة الاستواء. طيب كان للعرب دور كبير في حركة الكشوف الجغرافية بقارة افريقيا يا ولاد. قال لك العرب بقى، بص بقى، العرب دول يا ولاد 3 حاجات. تعالى كده نغير اللون، تعالى نخليه باللون النبيتي ده. عندي ابن بطوطة، وعندي المسعودي، وعندي تجار العرب. والله ابن بطوطة يا مستر عمل رحلات في شمال وغرب افريقيا، وكمان اخترق الصحراء الكبرى من الشمال الى الجنوب وحتى وصل الى مالي. صح. المسعودي او من اوائل العرب الذين زاروا افريقيا. صح. طب التجار العرب؟ قال لك يا مستر وصلت قوافلهم الى السودان والحبشة وجزر القمر، وعملوا ممالك اسلامية حتى في شرق القارة. كانت الدوافع الاقتصادية المحرك الأول الذي دفع البرتغاليون لاكتشاف إفريقيا. كان هدف إفريقيا أو هدف أوروبا عشان يروحوا يكتشفوا إفريقيا يا ولاد. أحكي لك القصة. تعالى كده على الخريطة، ركز كويس قوي. تعالى بقى أفهمك القصة. أوروبا في الوقت ده يا ولاد كان عايزة بتشوف الدول النامية وتروح تستعمرها. طيب مين الدول اللي مليانه خير؟ زي الهند. فهم كانوا بيعدوا يا ولاد عن طريق البحر المتوسط وينزلوا مصر ويروحوا للهند. في الوقت ده دولة المماليك والعثمانية في الوقت ده فرضوا فلوس كتيرة جدا اللي يعدي على المنطقة دي. حلو يا مستر. فهم فكروا، قال لك احنا عايزين نروح نجيب من الهند حاجات. هم استعمروا الهند. فتعال فهمك الاستعمار. انا لما دلوقتي عايز اخد منك الحاجه الفلانيه، انا مش هشتريها منك، انا هحتلك وهاخدها ببلاش. فهم راحوا احتلوا الهند واستعمروها، فكانوا عايزين يروحوا يجيبوا من الهند حاجات، فكانوا بيعدوا على مصر ففرضوا فلوس كتير. فقال لك احنا نشوف طريق تاني، فراحوا اكتشفوا طريق راس رجاء الصالح اللي هو بيلف فين يا ولاد؟ حول كده 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 ويوصل للهند. فهمت؟ تمام. تعال نشوف السؤال بيقول ايه بقى. كانت الدوافع ان هم كانوا عايزين يا اولاد؟ يروحوا يجيبوا المواد الخام منين؟ من الهند. طيب رقم 12، ايه العلاقه بين الملك نخاوي الثاني واكتشاف قاره افريقيا؟ لا يا مستر ده في علاقه قويه جدا. ان هو بعد بعثه للدوران حول افريقيا، بعد بعثه للدوران حول افريقيا بدات من البحر الاحمر واستمرت لمده 3 سنوات وعدت على مضيق جبل طارق. جدع. فطبعا اكتشفوا افريقيا يا مستر. كتابات الجغرافيين العرب واكتشافات البرتغاليين. هو انا قلت لك مش البرتغاليين استفادوا مما كتبه العرب في الكشوف الجغرافية في القرن ال15؟ صح يا مستر. طب بس كده. ماذا يحدث إذا لم تتعرض قارة إفريقيا للاستعمار الأوروبي؟ أول حاجة ما كانتش هتتقسم للعدد الكبير قوي ده من الدول.
طب هو ايه الغرض ان انا اقسمك لعدد كبير؟ يبقى في نزاع وفي صراع ان هم لما بعد ما يمشوا تفضل الدول تتخانق. فاول حاجه ما كانش هيبقى في عدد كبير قوي من الدول. تاني حاجه دولة افريقيا لم ينهب خيراتها ولم يستغل ثرواتها. رقم 2 نجح سكان قارة افريقيا في استثمار مواردها الطبيعية المتعددة. لو سكان افريقيا نجحوا قال لك هيبقى اقتصاد قوي قارة افريقيا من اقوى الاقتصادات في العالم لانها عندها ثروات ربنا هو اللي اداها لنا. طيب رقم 15 قدم توقع لم يهتم في حالة إذا لم يهتم المصريين القدماء بالكشوف الجغرافية. تعالوا نحل السؤال رقم 14. اكتب مقترح لتعميق دور مصر الريادي بافريقيا. اكتب له بقى يا اولاد ان هي بتعمل علاقات، وكمان هناخد بعد كده ان يبقى في بتعمل مبادرات تروح تنظف خزانات على نهر النيل. طيب قدم توقع واحد في حالة كل مما يأتي لم يهتم المصريون القدماء بالكشوف الجغرافية في افريقيا. ايه اللي هيحصل لو ما اهتمش المصريين القدماء بالكشوف الجغرافية يا اولاد؟ اول حاجة ما كناش هنكتشف اجزاء من القارة، ما كناش هنوصل للسودان، ما كناش هيلف الدوران حول افريقيا يا اولاد، ولم يمتد التأثير الحضاري الى غرب افريقيا. لم يهتم محمد علي باشا بالكشوف الجغرافية، لم نكتشف نهر النيل الابيض ومش هيبقى معانا خريطة. طيب اسئلة التميز قلت لك سهلة جدا. طيب اي من الدول العربية الافريقية التالية تمر بها دائرة الاستواء؟ عايز دولة عربية. طيب بنصحك قبل ما اسئلة التميز في كورس كده هتلاقيه عندك موجود اسمه كورس الخرايط او كورس الخريطة السياسية. الكورس ده بنعمل فيه ايه يا اولاد؟ بنشرح الخريطة السياسية تفصيلي. هتحفظ الخريطة، هتفهم الخريطة، وبعد ما حضرتك هتحفظها وتفهمها وتلونها وتعرف مكان كل دولة، حضرتك هنعمل تحليل للخريطة وهناخد ايه الدول الحديثة وايه الدول الساحلية، ايه هي الدول العربية الساحلية، ايه هي. فانت هتاخد قصة كبيرة جدا. تعال نبص على السؤال ده يا ولاد. اي من الدول العربية الافريقية التالية تمر بها دائرة الاستواء؟ تعال كده يا صديقي نبص. دائرة الاستواء هنمشي معاها كده. تعال نجيب لك لون واضح. اللون الاصفر ده اعتقد واضح، ولا نجيب اللون ده؟ حلو اللون ده، بس تعال نتقله شوية. حلو قوي. ادي دائرة الاستواء هتمشي. مشيت على الجابون، لا ما الجابون مش عربية. مشيت على الكونغو مش عربية، كونغو ديمقراطية مش عربية. مشيت على اوغندا مش عربية. مشيت على كينيا مش عربية. مشيت على جنوب الصومال في حتة في الجنوب اهي. يبقى دي دولة الصومال. يا لهوي يا مستر. ايوه صدق. شوف تطل دولة جنوب افريقيا. فين دولة جنوب افريقيا؟ اهي على مسطحين مائيين مهمين. بتبص على ايه يا صديقي؟ المحيط الهندي من هنا والمحيط الاطلنطي من هنا. طب تعالى نشوف الاختيارات. بتبص على البحر الاحمر والمحيط الهندي؟ لا طبعا. البحر الاحمر فين اصلا؟ بتبص على المحيط الاطلنطي وخليج غينيا؟ لا يا حبيبي، خليج غينيا فوق اهو، فلا برضه. بتبص على المحيط الهندي والمحيط الاطلنطي؟ ايوه هي الاجابه الثالثه. طيب رقم 3. يمر مدار الجدي في قاره افريقيا بدوله. طيب ادي مدار الجدي بيمر في دولة ايه؟ تعالى بقى نشوف يا اولاد. دولة ناميبيا. ايه ده بيعدي على فعلا على ناميبيا. طيب تعالى شوف. بيعدي على زيمبابوي؟ لا زيمبابوي فوق ما جايش جنبيها. بيعدي على زاميبيا؟ لا يا مستر زاميبيا فوق خالص. طيب بيعدي على انجولا؟ لا برضو. فين انجولا؟ فوق. انجولا فوق خالص يا اولاد فمش معانا. طيب يبقى بيعدي يا اولاد على زاميبيا. طيب السؤال اللي بعده يا ولاد رقم 4. الدولة العربية الافريقية التي تقع في المحيط الهندي. حلو قوي. هو عايز دولة عربية افريقية تقع في محيط هندي. قلنا ارض حواليها مية تحيط بها المياه من جميع الجهات، تبقى ايه يا ولاد؟ تبقى جزيرة. طب احنا ايه هي الدولة العربية اللي عبارة عن جزيرة؟ جزر القمر. طيب ادي جزر القمر. طيب انت مبسوط؟ حاسس انك دماغك عليت؟ عرفني مجهودي ومجهودك. اي من الدول العربية الافريقية التالية يمر بها خط جرينتش؟ ادي يا اولاد خط جرينتش.
ادي خط جرينتش. دولة عربية بيعدي على الجزائر. يبقى بيعدي على ايه يا مستر؟ بيعدي على الجزائر. طب ممكن ما اقولكش الجزائر بقى، ممكن اقول لك دولة عربية ساحلية من اكبر الدول من حيث المساحة، تبقى هي طبعا برضه دولة الجزائر. رقم 6، اي من الدول الافريقية التالية تقع اراضيها في نصفي الكرة الارضية الشمالية والجنوبية. عايز دولة افريقية تقع في النص. طب انا هروح ادور في مدار السرطان؟ لا. هروح ادور في مدار الجدي؟ لا. انا همشي مع دائرة الاستواء وهشوف الدولة اللي بيبقى نصها في الشمال ونصها في الجنوب. طيب تعالى كده نمشي. هو قال لك تعالى بس نمسح الخريطة كده ونمشي واحدة واحدة. هو قال لك ايه؟ اثيوبيا. فين اثيوبيا هنا يا ولاد؟ ادي اثيوبيا. لا، اثيوبيا بالكامل في الشمال فمش اثيوبيا. طيب تعالى نمسك الكونغو الديمقراطية. هنمشي عند دائرة الاستواء كده، جزء في الشمال وجزء في الجنوب، فاحتمال تبقى هي تروح تختارها. اقول لك لا، استنى للاخر، هنعمل عليها بس خط كده. افريقيا الوسطى. فين افريقيا الوسطى يا ولاد؟ افريقيا الوسطى اهي. طيب لا، دي كلها تقع بالكامل شمال دائرة الاستواء. طيب عندنا دولة زاميبيا. ادي يا مستر زاميبيا تحت اهي. زاميبيا تحت اهي، فهي بالكامل جنوب دائرة الاستواء يا مستر، فتبقى دولة الكونغو الديمقراطية. شكرا. طيب جميع الدول العربية الافريقية تقع شمال دائرة الاستواء. الكلام ده كله صح. طيب تعالى يا عم، انا عارف المعلومة بس تعالى كده نشوف احنا عندنا كام دولة عربية؟ 10. طيب تعالى نشوف كده يا عم، حتى لو انت عارف تعالى بص معايا. ادلك مصر 1، ليبيا تمام، انا دائرة الاستواء بالنسبة لي اهي. هل تقع بالكامل كلهم؟ طيب تعالى. تونس، جزائر، مغرب، موريتانيا، جيبوتي، ماشي. صومال، في حتة هنا في الصومال تحت، وعندك جزر القمر برضو تحت جنوب دائرة الاستواء، تبقى طبعا الإجابة خاطئة. طيب هيقول لك مع ذكر السبب في الحالتين، لأنه قول له يقع جزء جنوبي من دولة الصومال ودولة جزر القمر. مهم قوي تكتب له النقطتين دول عشان تاخد الدرجة كاملة. تخلو يعني ما فيهاش خالص، 0. الدول العربية الأفريقية من وجود دول حبيسة. طيب تعالى يا عم نبص كده، يلا تعالى نشوف. يا مصر انت دولة ايه؟ قالت لك يا عم ده انا بدل البحر بحرين. عندي ليبيا بتبص على البحر، تونس على بحر، الجزائر على بحر، المغرب على بحر ومحيط، موريتانيا على المحيط الأطلنطي. طيب عندك جيبوتي عند خليج عدن، عندك الصومال عند المحيط الهندي، عندك جزر القمر يا باشا دي اصلا جزيرة. فتبقى طبعا تخلو فعلا الدول العربية الإفريقية من الدول الحبيسة. إجابة صح. طيب جميع الدول التي يمر بها مدار السرطان بقارة إفريقيا دولة بحرية. طيب تعال نبص كده على مدار السرطان. أول حاجة هنمشي كده يا مدار يا سرطان، هنمشي كده، بيعدي على المغرب دولة ساحلية صح. موريتانيا اهي، هنبص على موريتانيا فين ساحلية؟ من الحتة دي كده ماشي. دولة مالي دي دولة حبيسة، يبقى لا مش معانا، دي دولة حبيسة يا مستر. طب الجزائر دولة ساحلية. طيب ليبيا دولة ساحلية، مصر دولة ساحلية، يبقى الخازوق كله في دولة مالي يا اولاد اللي هي دولة حبيسة. مدار السرطان فعلا بيعدي على مالي، بس مالي مش دولة ساحلية، مالي دولة حبيسة. تبقى جميع الدول التي يمر بها مدار السرطان بقارة افريقيا دول بحرية. طبعا غلط، وسؤال جه في دار السلام في القاهرة يا اولاد جنبينا هنا، فطبعا الاجابة غلط. طيب ليه؟ لازم تقول له لان مالي دولة حبيسة. طيب حدد اسماء 3 دول حبيسة و3 دول ساحلية غير عربية. يعني عايز 3 دول ساحلية و3 دول حبيسة، بس الاثنين ما يكونش عربية. طيب تعالى كده يا صديقي نمشي. ايه هي الدول الساحلية مثلا؟ الدول الساحلية عندك أنجولا مثلا، عندك ناميبيا، وعندك جنوب أفريقيا. دي دول ايه؟ ساحلية. طب انا عايز 3 دول تانيين مش عايزهم حبيسة. طيب عندنا زاميبيا مش بتبص على حاجة، تعالوا نغير اللون. زاميبيا
مش بتبص على حاجه يا اولاد. ادي زاميبيا اهي مش بتبص على حاجه، فدي اول دوله حبيسه. عندي زيمبابوي دوله حبيسه، عندي بتسوانا دوله حبيسه. ايه يا مستر الحاجات دي حضرتك يا مستر ما قلتهاش في الشرح يا صديقي؟ ما انا قايل لك يا صديقي ان محاضره الشرح بيكملها كورس مهم جدا، الخريطه السياسيه لقاره افريقيا. طيب عشان كده بقول لك محاضره الواجب مهمه جدا. طيب صوب المسار التالي لتمر به سفينه بحريه تقوم برحله من بورسعيد للصومال. ادي من بورسعيد هنا، من بورسعيد تعدي على الصومال. تمشي ازاي بقى يا اولاد؟ هتعدي على قناه السويس، البحر لا طبعا البحر المتوسط طبعا غلط. طيب حدد اوجه الشبه والاختلاف بين الكشوف الجغرافيه لافريقيا بالنسبه للملك نخاوي الثاني وبالنسبه للبرتغاليين. ايه وجه الشبه؟ ان الاثنين يا مستر لفوا او عملوا الدوران حوالين افريقيا. وبكده يا اولاد نكون خلصنا ايه يا اولاد الحل بتاع الحصه الثانيه. اشوفكم في الحصه الثالثه.